يوسف الحسيني إعلامي مصري: الفتح الإسلامي لمصر احتلال، وعمر بن الخطاب كان سعوديا. يوسف الحسيني أمه شيوعية عشان بس نبقى إيه من الأول يعني، ودي ما تضرش حد يعني. الفتح الإسلامي لمصر احتلال، وعمر بن الخطاب كان سعوديا. مبدئيا عشان بس نصلح معلومات يوسف، ايام عمر بن الخطاب ما كانش في حاجه اسمها السعوديه. ده السعوديه دي سنه 1900 وحاجات، سوري 1800 وحاجات، لما محمد علي بدأ بقى، وبدأ محمد بن سعود، وبدأ محمد بن عبد الوهاب، وقصه كده بدأت ايام محمد علي يعني في وقت محمد علي. لكن محمد علي 1805، السعوديه 1805، القصص دي كلها بدأت من كده يعني. سيدنا عمر بن الخطاب ايه علاقته؟ ده فرق آلاف، فرق 1000 سنة وحاجة يعني. ايه العلاقة؟ ده مبدئيا. تاني حاجة، لما تقول لي الفتح الإسلامي لمصر احتلال، طيب ما هو ده نفس كلام يوسف زيدان، وده نفس كلام الأنبا بشوي، وده نفس كلام اسمه ايه ده، هو اسمه ايه ده، أغلب المثقفين يعني، عشان بس ما أغلطش في حد. لكن هسألك يا يوسف كده، ما تيجي نقعد نتحاور انا مع بعض انا وانت، وقول لي الرومان كانوا عاملين في الأقباط ايه هنا؟ قول لي كده، تعالى نتكلم مع بعض يا يوسف. الأقباط اللي شافوه على يد الرومان، قول لي يا يوسف كده، مين البابا البطرك الكبير اللي كان موجود في دخول عمر بن العاص؟ كان هربان فين؟ واخوه مات ازاي؟ ايام عمرو بن العاص، ما انا قلت كده ايام عمرو بن العاص، معلش قلت عمرو بن العاص خلاص. قول لي البطرك ده كان هربان فين واخوه مات ازاي؟ ولما دخل عمرو بن العاص مصر ايه اللي حصل؟ قول لي كده. قول لي الست اللي قابلت الخليفه المأمون وهو ماشي في الطرقات بعد ما افسد ال اسمه ايه دي بتاعت البشمريين دول، قول لي الست قالت له ايه؟ يوسف. ما علينا، مش هنناقش يوسف كتير لانه جاهل، بجد جاهل. هو يقرا تاريخ البطاركه عشان يعرف ازاي الرومان كانوا بيعاملوا المسيحيين هنا، عشان يعرف يوسف ان في شارع في اخميم انا رحته في سوهاج، لما كنت ماشي مع الستات اللي هم كانوا يعني بعمل لهم المحاضره، قالوا لي هنا الخواجات بيقلعوا الجزم بتاعتهم في الشارع ده. فسالتهم ليه؟ قالوا ان الشارع ده كان مليان دم، اسمه دم الشهداء ايام الرومان. اسالوا كده يا يوسف، الرومان عملوا ايه في الاقباط المصريين حتى بعد حتى ما المسيحيه بقت الديانه الرومانيه، او الدوله الرومانيه بقت مسيحيه؟ قولوا لما اختلفوا في المذاهب ايه اللي حصل؟ قولوا لما اختلفوا في مجمع خلقدونيه ايه اللي حصل؟ قولوا ازاي اتذبح المسيحيين هنا على ايد مسيحيين روما. ما علينا، بس الكلام ده كله بقى يندرج تحت ايه بقى؟ تحت، اربط كده بذهنك اللقاء بتاع السيسي بالمثقفين، واللي قالوا جابر عصفور ان المثقفين هيبقى اجتماعاتهم مغلقه وهتبقى النتائج سريه. الجمله دي جمله كده تحس انها من عباس كامل. يا دي يا يوسف، اطلع قول ان ده احتلال، لازم ندمر عند الناس دي الفكره. ويوسف هسألك سؤال، لو اني الاحتلال الاسلامي لمصر احتلال، اوكي، طب انت عايز منه ايه؟ العرب يمشوا يعني عايز كل ما هو مسلم يمشي من البلد؟ تمام جدا. طيب وهل ده هيتطبق على مين يا يوسف؟ طب ما الاسبان اللي موجودين دلوقتي دخلوا اسبانيا زمان، فاكر غرناطة؟ فاكر الامير اللي عيط وامه قالت له ابكي كالرجال على ملك لم تصنه كالنساء؟ فاكر القصه دي؟ لو كل بلد، طب ما الامريكان نفسهم يا يوسف احتلوا قبائل الاشانتي والحاجات دي وقبائل تشاركي، وسموهم الهنود الحمر وبقى يقتلوهم، ودخلوا الاسبان والانجليز والبرتغاليين بنوا حضاره على رماد او على جثث قبائل الاشانتي والحاجات دي. يعني ايه يعني ايه يا يوسف؟ طيب سيبك من كل ده يا يوسف، ما علينا ما علينا. هو ايه المشكله؟ يعني امبارح قلنا لك يا يوسف ان رئيس وزراء بريطانيا طلع قال دي دوله مسيحيه وانا كاثوليكي. ايه المشكله ان مصر دوله اسلاميه ورئيسها مسلم؟ عيب؟ كخ؟ ما يصحش؟ تعرف ايه اللي ما يصحش يا يوسف؟ اللي ما يصحش الاشكال اللي زيك بصراحه، الجهل. يا راجل ارجع للتاريخ. على كل حال سيبكم من كل ده،
خلينا افتكر معايا كويس قوي. سيبك انت من يوسف، ده جاهل بجد، لانه فعلا لو رجع وبكره رامي جان او الاسبوع الجاي رامي جان او الاسبوع الجاي رامي جان يبقى معايا هنا ونحكي يا جماعه الرومان عملوا ايه في المسيحيين المصريين. دي حكايات وتاريخ ما بيتنسيش. ما علينا يعني، سيبك ما تناقشوش في الجهل يعني، لكن افتكر كويس قوي اللي قاله. وانا عايز اقول للاخوه المسيحيين كلمه بس عشان بس ما نعديهاش. اوعى تفرح انت كمسيحي وتقول ان الكلام ده بيدب في الاسلام وحلو قوي كده، حلو قوي خلصوا على المسلمين بقى. انا عايز اقول لك يا اخ يا مسيحي، لو خلصوا على الاسلام بالطريقه دي هم مش بس بيكرهوا الاسلام، هم بيكرهوا المسيحيه ايضا. الاصناف دي بتكره الاديان كلها، فزي ما بتكرهني انا كمسلم بتكرهك انت كمسيحي. الاصناف دي كل غايتها في الدنيا يا حبيبي انه يلاقي الخمره منتشره في كل حته، وانه يلاقي الستات مليطه في اي حته، وان البنات تبقى مصاحبين والدنيا عادي جدا زي الغرب. لو انت راضي لبنتك كده كمسيحي او لمراتك كده او لاختك كده، انبسط بكلام يوسف الحسيني. مش راضي فخليك معايا في الخندق بتاعي. الناس دي مش بتكره الاسلام بس، بتكره الاديان. لكن بقول للمسلم بقى ده جزء من الحمله الممنهجه اللي عاملها عبد الفتاح السيسي ونظامه ضد الاسلام، واللي اخرها التصريح ده. تعال نشوف في التقرير الجاي الحمله بقى اللي مهاجمه الاسلام، نشوفها مع بعض كده. الفتح هو الغزو مع الاحتلال. عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القويه الاتجاه لبيع بعض بنوك القطاع العام استمرار لسياسه الخصخصه. صح، والله ما هي خصخصه فعلا. وانتوا عارفين قصه البنوك، قصه بنك اي سي كابيتال ده اللي كان عايز يشتري ساويرس. طب هو عبد المنعم ابو الفتوح هو اللي شاف كده لوحده؟ نشوف اللي بعده. ممدوح حمزه بيع حصه البنك المركزي في البورصه خيبه تقيل. انتوا عارفين مين ملك البورصه ومتحكم فيها؟ عندك فكره مين اللي بيتحكم في البورصه؟ عندك فكره ان طارق عامر لما اتخانق في ساويرس امبارح واول امبارح والنهارده البورصه وقعت؟ عارف ليه؟ ده الجرايد المصريه بتقول. الجرايد المصريه بتقول البورصه وقعت لما اتخانقوا ببعض، لان ساويرس هو المتحكم في البورصه. ساويرس هو شبح البورصه. عارف الشبح؟ العيال لما يقول بعض يا شبح الشبح، تلاقي سينا بيقول عليه الشبح. ما اعرفش ايه الجمله دي بس مش مهم يعني، هو جيلي جديد طالع بيها يعني. عارف يعني ايه ساويرس متحكم في البورصه؟ عشان كده الدكتور ممدوح حمزه بيقول بيع حصه البنك المركزي في البورصه خيبه تقيله، لان كده هيتحكم في الاقتصاد القومي. مين بقى؟ نجيب ساويرس. ودي لها قصه هنقعد عليها بعد شويه. اللي بعده خالد تليمه ناشط ومذيع مصري مخاطبا السيسي هتخلص مدتك وانت ما عملتش غير انك انت لبستنا سد النهضه وحبست ابرياء. يا عبد الستار، يا خالد تليمه، اخيرا صحيت. الحمد لله على السلامه يا راجل. مبدئيا هو مش هيخلص مدته ويمشي، فدي اطمن يا خالد. انتوا صحيح جبتوه بس لبستوه، هتقعدوا عليه بقى رسمي رسمي، هيقعد على قلبكم رسمي. فهو مش هيخلص مدته ويمشي، لكن ما عملتش حاجه غير انك انت لبستنا سد النهضه وحبست ابرياء. انا بطمنك يا اخي خالد تليمه، وبطمن كل المثقفين اللي جابوا السيسي وكل القوى الناعمه في مصر، المخرجين والممثلين والفنانين اللي جابوا السيسي، انه يا جماعه مش هيمشي، ده قاعد على قلبكم، قاعد لكم مده واثنين واحتمال ثلاثه واربعه. الحمد لله على السلامه يا خالد. اللي بعده حافظ ابو سعده نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، الحكومه تجاهلت حقوق الانسان في بيانها غير المشجع. يا راجل، وهو انت عارف حقوق الانسان في مصر يا حافظ؟ عارف ليه حافظ الحكومه تجاهلت في بيانها حقوق الانسان في مصر؟ لان اللي زيك اصلا سبب ضياع حقوق الانسان. حافظ ابو سعده ده اللي هو زار السجن وداق الاكل ولقى لطيف وبتاع ومش عارف، زعلان قوي ان الحكومه تجاهلت في بيانها حقوق الانسان في مصر. وانت ما انت قاعد في المركز ده، حقوق الانسان مالها؟ دي منيله بنيله والعالم كله بيضحك عليك وعلينا. اللي بعده الجنرال هيرتسي هيلفي رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلي، لدينا جيش إلكتروني
لإثارة الفتن في الدول العربية. مصدقك؟ اوعى تحلف، اوعى تحط ايدك على التوراة وتحلف، اوعى. كفايه العيش والملح اللي بينك وبين السيسي. بيقول لدينا جيش الكتروني لإثارة الفتن في الدول العربية. لا عارفين، وصلنا ان 30 يونيو ازاي انتوا حركتوها، وصلنا ازاي لعبتوا بمثقفين مصر 30 يونيو وطلعتوهم يوقعوا رئيس منتخب. سيبك بقى بتحبه وبتكرهه، طول عمر الانتخابات بتجيب ناس كده. واحد من يومين بيسالني بيقول لي هو يعني الدكتور مرسي ما كان وحش بصراحه يعني، خلينا ما تزعلش مني. قلت له هو جورج دبليو بوش كان كويس للامريكان وخد دورتين. هي الانتخابات كده، هو عشان مش عاجبك يمشي؟ لا، عاجب غيرك يقعد، على قلبك على قلب غيرك يقعد. جورج دبليو بوش ده أسوأ رئيس جه على امريكا عادي جدا، وقعد الدورتين، وحتى ابوه كان سيء، مش مشكله يعني. كلينتون بفضايحه، الراجل عنده غزوات جنسيه جوه البيت الابيض وقعد دورتين، ايه المشكله يعني؟ يعني في النهايه 30 يونيو كانت نتيجه رهيبه جدا او انتصار ساحق للجيش الاسرائيلي الالكتروني. احنا مصدقينكم والله، واحنا نعلم ان انتم معينين لنا ناس في غرف مغلقه عشان يطلعوا يهاجمونا احنا، وشتايم بالاب وبالام وبكل اعضاء الانثى. عارفين وصلنا، مش بس شتايم، ده كمان يطلعوا اشاعات على الناس، ويطلعوا ويروجوا حاجات ويروجوا معلومات، ويعملوا حاجه اسمها مسح المخك بس بالبطيء. وكل ده والله الجيش بتاعهم مبني على كتاب سيكولوجية الجماهير بتاع جوستاف لوبون. كل اللي بنيه. انا مصدقك يا جنرال، انا مصدق ان انتوا عندكم جيش لإثارة الفتن، مصدق كويس قوي، مصدق ده وشفناه في مصر، واظن ما فيش مصري ما شافش اللي حصل في 30 يونيو. المصري الحقيقي بقى اللي صحي ضميره سواء امبارح او النهارده او دلوقتي او هيصحى بكره، هو اللي هيفوق كده ويقول يا تصدق اتضحك علينا فعلا. طب مين اللي ضحك علينا؟ مين اللي طبع المنشورات؟ مين اللي كلف؟ مين اللي طلع كل الحاجات دي؟ مين اللي طلع الاشاعات دي كلها؟ هتكتشف ان وراها الجيش الاسرائيلي ده، عشان بس السيسي يجي يبقى رئيس دولة مصر، عشان يقف ويقول في اول حاجاته انه مش ممكن نهدد جيراننا. مين جيراننا؟ هم دول اللي بعده.